بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها القادة العسكريين والأمنيين، المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بداية قبل أن نبدي، أولا يجب أن نوقف وقفة لشهدائنا، جميع شهدائنا الأبرار، قراءة الفاتحة. حياكم الله. نحييكم في هذا اليوم تحية الأبطال، وفي هذه المناسبة المهمة جدا والتي شكلت لحظة فارقة في تاريخ حضرموت، ومن خلال تطهير حضرموت من بقايا التطرف والإرهاب من عناصر تنظيم القاعدة. وهذا الجهد هو محطة تاريخية في تاريخ حضرموت الحديث. العمل هو في حضرموت نحن نقول ليس من حقبة تاريخية قريبة. الحضارم بذاتهم من طبعهم ومن ذاتهم من بدء التطرف والإرهاب منذ أزل التاريخ. في كل حقبة تاريخية تلاقي تسجيل حضور حضرموت في كل حياتنا المعيشية، في عاداتنا، في تقاليدنا، ما فيش في نسبة تشير إلى التطرف أو الإرهاب أو التدخل في حق الغير. حضرموت مجتمع واعي، مجتمع مثقف، مجتمع مختصه الله بميزات خلاف المجتمعات الأخرى. من ناحية أخرى ليس يفسر عند الآخرين بما أنه ضعف هذه العادات والتقاليد، لكن تترجم عند العرب، عند أصل العرب وعند الشعوب التي تقدر هذه المواصفات، هذه محل تقدير واحترام. نحن أهل حضرموت مثل ما قال أننا واجهنا الإرهاب منذ أزل التاريخ، وفي كل حقبة تاريخية لنا مواقف مسجلة. في التاريخ الحديث ومن خلال تشكيل النخبة الحضرمية كان الإنجاز يعني في شيء فارق، حتى على مستوى القوى الأخرى التي تواجه الإرهاب ما كانت شيء بهذا القياس أن تحرر منطقة جغرافية واسعة في خلال يمكن أقل من نصف يوم أو هذا الشيء. وهذا يدل على الروح القتالية التي يتميز بها الحضارم، وعلى مقدامهم. الجهد مشترك، الجهد هو في الأساس جهد المجتمع الحضرمي وفي القبائل وفي شرائح المجتمع كامل في نبذهم للتطرف والإرهاب منذ بداية 2015، وكانت التحضيرات جارية في كل المجتمع الحضرمي. هذه الظواهر دخيلة علينا، ظواهر التطرف والإرهاب هذه مصطنعة ودخيلة مش مقبل بها مجتمعنا. في يوم وليلة أصبح الإرهاب مسيطر على منطقة جغرافية كبيرة جدا. في حينها تداعى كل المجتمع الحضرمي من قبائل ومن غيره. كان حلف قبائل حضرموت هو الواجهة في الوقت هذا، كان الواجهة، وكنا نستقبل الوجهة والشخصيات والقادات العسكرية من كل مديريات الساحل على مستوى تقريبا عام كامل. نحن نجتمع نحن وهم هنا في الهضبة في مديرية غيل بن نمين، وندرس الخيارات مع القادة العسكريين ومع مشايخ القبائل مع الوجهة. من بعد أتى التحالف ورحبنا به وكملنا التحالف دور. اضطرنا المجتمع القادة العسكريين والشباب في إطار قوة منظمة، قوة النخبة. عندما جاء التكامل هذا أسرعت النتائج، وكان التحرير في لحظة، يعني في لحظة فارقة، في لحظة يعني سريعة جدا. وهذا يدل على حب الحضارم وحبهم للتضحية من أجل بلادهم. الحمد لله تخطينا هذا المرحلة وحصل سيطرة، ونحن نفتخر بالنخبة الحضرمية ونخبة القادة العسكريين والأمنيين من الحضارة، ونفتخر بقبائلنا، ونفتخر بكل المجتمع حقنا الذي فيه مواصفات تنبذ الإرهاب، تنبذ التطرف، تنبذ كل مواصفات خارج مواصفات الحضرمية التي نتميز بها والتي خصنا الله بها. حضرموت الآن في مرحلة تاريخية فارقة. هذه المرحلة التحرير قد تخطيناها، نحن الآن نحتفل بها. الآن نحن نفكر نطمح لمجابهة المرحلة القادمة. مرحلة قادمة تحتاج مننا جهد عسكري، تحتاج مننا جهد سياسي. نحن الآن نتعرض لإرهاب سياسي. الإرهاب أنواع، مو نوع واحد. إرهاب ميداني على الأرض، إرهاب سياسي من خلال أن الناس
إذا فقدت حضرموت القرار العسكري، العسكر ليس مجرد ضباط وأفراد من دون قرار عسكري باليد. يعني إذا ما كان القرار العسكري مرجع حضرمي لا خير في وجودنا، ما في فائدة. قصدي كم زادت الأعداد والضباط وغيره، المرجع القرار ضروري أن يكون حضرمي، مرجع القرار السياسي ضروري أن يكون حضرمي. ما لم سنعيد في نفس الدوامة نفس الطريقة. جهات أخرى تستهدفنا سياسيا، تستهدف القرار السياسي، تستهدف القرار العسكري، وبيعيدونا في نفس المربع الأول. نحن نعرف الإرهاب. من هو الإرهاب؟ الإرهاب عبارة عن شيء مبهم تستخدم الأطراف الأخرى لتغيير واقع ما. يعني أي دولة خارجية أو طرف داخلي يمني محلي يريد أن يغير واقعا ما وله طموح سياسية يسيطر بها، يستخدم الإرهاب. هذا شيء مبهم لين يغير الواقع ثم يظهر اللون الحقيقي. هذا معنى الإرهاب. ما في شيء اسمه إرهاب مستقل في العالم كامل، ما في شيء اسمه إرهاب مستقل بذاته وله طموح خاص به وله أهداف خاصة به. الإرهاب هو شيء يستخدم لتغيير واقع ما، ومن ثم تأتي سيطرة الجهة التي تحرك هذا الإرهاب. نحن بالنسبة لنا أصحاب حضرموت مستعدين أن نواجه الإرهاب بكل إشكاله وألوانه، ومستعدين أن نضحي، ومستعدين أن نضحي من أجل بلادنا. كلنا مجتمع وقبائل وشرائح مجتمع ونخبة وقوى عسكرية وأمنية، وإذا احتاجت حضرموت قوة عسكرية كل ما تتطلبها الحاجة نحن علينا أن نقدم عليه، ما في حوايز أبدا. والتحالف هو مساند لنا، نحن مساند التحالف في تطهير حضرموت من قوى الإرهاب. التحالف مثل ثلاثي، العمل كان ثلاثي، النخبة والتحالف والمجتمع اللي معبر عنه الحلف. هذا الثلاثي عندما يتكامل هذا يأتي النتائج بسرعة. ونحن محتاجين دعم التحالف في المرحلة الموجودة الحالية والمرحلة القادمة إن شاء الله. أهدافنا واضحة وأمورنا باهية ما فيش فيها عرقلة. قضيتنا واضحة للتحالف، واضحة للعالم بشكل عام، أننا أصحاب حضرموت أصحاب قضية ما تحتاج أن أحد يوقف عليها حتى في الدول الكبرى وغيره. واليوم أصبح ملف حضرموت وقضية حضرموت على الطاولة الدولية الآن، مش على محلية. نحن الآن طرح ملف حضرموت على الطاولة الدولية، وهو سيناقش من أساسه من جذوره كيف صارت الخلافات هذه، كيف التجاوزات صارت، ستعالج بالعدالة بالحق بالقانون. نحن ما نريد شيء خلاف القانون. نحن أصحاب حضرموت لنا قضية هضمت واختطف قرارنا السياسي واختطف قرارنا العسكري وبقينا في الوضع هذا. يوم نواجه إرهاب، يوم نواجه جهات ظالمة، واحدة من ثنتين. أما يبقى الخيار الظلمة هذه أو استقبل إرهاب، ما عاد معنا إلا نواجه الطرفين لين تستقر بلادنا وتصير أمورنا مضبوط. قبل 100 عام وشاهد هذه أحد القنابل البريطانية التي أطلقتها بريطانيا على الحصون حقنا في منطقة اسمها منطقة الخنط، تبعد 60 كيلو عن مركز عاصمة غيل بن يمين. هذه أحد القنابل التي لم تنفجر، أحد القنابل التي طلقتها الاستعمار البريطاني على الحصون حقنا بقضية إذلال المجتمع الحضرمي. هذه ضربت في مناطق عدة في حضرموت، ليس بس في غيل بن يمين، في أكثر من منطقة تعرضت للقصف البريطاني. وهذه بعض القنابل التي لم تنفجر، في عاد موجودة غيرها، لكن نحن قلنا نستدل بها إننا الحضارة بإرادتنا قد واجهنا أكبر غطرسة قبل 150 عام. ما كانوا شيء الأولين الأجدادنا، ما كانوا شيء يملكوا تقنية ولا إمكانيات ولا غيرها، بس يملكوا إرادة. في وجه احتلال بريطاني الحق دائما منتصر، الحق دائما منتصر. واليوم نفس السيناريو، بريطانيا كانت تريد تفرض على المجتمع الحضرمي ميليشيات من خارج حضرموت، ميليشيات من خارج حضرموت تحكم بهم وتستعمر بهم. قتلوا الوجهاء، قتلوا الشخصيات، قتلوا القادة العسكريين، استنزفوا حضرموت من كل اتجاه، ومدعومين من جهة دولية من بريطانيا. وخير شاهد هذا الدلائل عليهم. اليوم نفس الطريقة، إذا بتأتي دول خارجية وبتختصر إرادة الحضارة وبتدعم جهات خارج حضرموت وبتفرضهم على الناس بالقوة، سيواجه نفس المصير نفس الطريقة. أمورنا الآن المجتمع الحضرمي واعي، والوعي ازداد في المجتمع، ما غير قبل 100 سنة. الناس في الوقت هذاك قد يكونوا بعض مغلوطين، وبعض منهم يمكن يقول لك إن في دولة باجي وبي نظام، لكن اليوم اتضح لجميع الحضارة أن كل الخيارات هذه ما فيش فيها مستقبل يكمن حرية ولا احترام للناس هذه بالخالص.
والمجتمع الحضرمي أجمع بشكل عام على اختيار الحكم الذاتي، ما فيش خيار غير. ما في لكم مستقبل ولا في لكم خدمات ولا كرامة إلا من تحت العنوان هذا. كلام قصدي بالمختصر، لا عاد حد يحاول ولا يجتهد. الاجتهادات في خلاف ذلك مضيعة للوقت، ضيع وقت ما فيش فيها أبدا. بإذن الله وبكم وبجهودكم نحن شركاء، شوف، مع المجتمع الدولي والإقليمي. نحن شركاء في مواجهة الإرهاب مع المجتمع الإقليمي والدولي، شركاء حتى بدون شراكة. نحن شركاء من ذاتنا، ما نريد شيء منهم مقابل ولا نريد شيء. نحن شركاء معهم بدون يمكن ما يعلموا عن شراكتنا، لأننا نعمل من ذاتنا وننبذ الإرهاب والتطرف من 2015 إلى 2017، من قبل ما يأتي التحالف، ونحن نواجه الإرهاب بمدنيين وبقبائل كل واحد في بندقة 5 رصاص يواجهوا بين الإرهاب. هذا اعتباره أن احنا مجتمع ننبذ الإرهاب من ذاتنا، وشراكتنا تكمل مع المجتمع الدولي والإقليمي في نفس الهدف، حتى من دون تفاهم، من دون، لكننا سنصل بحضرموت إن شاء الله إلى بر آمن. وهذا القرار الحكم الذاتي الذي اختاره الحضارة مش اجتهاد يعني ارتجالي ولا اجتهاد فردي، هذا نتيجة مئات السنين من المعاناة. أوصلت الناس إلى نتيجة، إلى هذا الخلاصة وهذه النتيجة اللي هي اختيار الحكم الذاتي، لا تراجع عنها أبدا. ما فيش حد وصي علينا من الأطراف الآخرين عنده شرعية أو وصي على حضرموت أو على اليمن. حتى الأطراف اللي على الساحة اليمنية الآن كلهم فاقدين الشرعية زي أنفسهم، إما يحترموا أنفسهم يكونوا في بلادهم، ونحن على بلادنا، نحن على أرضنا. ومن الأطراف يعتقد أن مقامنا في حضرموت على أرضنا هو عداء له، هذا قليل فهم. الأطراف التي تعتقد أننا قيام على أرضنا وبغينا بلادنا تستقر أمنيا وتستقر سياسيا ويكون بها خدمات، يكون بها بنى تحتية، وتكون مثل الدول، مثل الجهات الخارجية المطورة، من يعتقد أن هذا الكلام ضده فهو واهم، وهذا قليل فهم أو عندها طمع، عندها طمع يعني دون مبرر في الجهات الآخرين. نحن نريد حضرموت أن تكون، ليش حكم ذاتي؟ أن تستقر سياسيا، أن تستقر أمنيا، بها بنى تحتية. اليمن الآن كله ملتهب، كل المحافظات ملتهبة. أي طرف من اليمنيين يريد يرتاح يخرج يبرع من الحرب، وين يروح؟ أما يروح مصر ولا يروح تركيا ولا يروح السعودية ولا يروح الإمارات. ليش ما يروح حضرموت؟ نحن بغانا يروح حضرموت. نريد نخلق نموذج، قصدي نريد نخلق نموذج آمن، نموذج جذاب للاستقرار للتنمية. ومن تعب من أصحاب الحرب، الأطراف اللي عشاق الحرب، من تعب منهم يستريح عندنا، عندنا يستريح ويرجع ينام. من هو يريد يخرج برا؟ نحن برا حبة في حضرموت، يأتي يستريح ومن ثم يستانفوا الحرب. هذه الناس عندهم حرب بلا نهاية، ما عندهم شيء نهاية في الحرب أبدا. لكن نحن من خلال الحكم الذاتي ومن خلال هذا القرار الحضرمي نريد نخلق نموذج للتنمية، نموذج للتطور، نموذج للاستثمار. وما تكون اليمن كلها مشتعلة خلاص نسكر الباب كامل وما عاد نترك معنا إلا الخارج فقط. ضروري تكون في هناك بيئة حاضنة، بيئة قابلة للعيش، ومرحبين بكل المحافظات فيها، مرحبين بكل اليمنيين، مرحبين بكل المستثمرين. يستثمروا برا، يستثمروا عندنا الطبيعة، عندنا كل شيء موجود عندنا. بس نفقد الاستقرار الخدماتي، نفقد الاستقرار الأمني، الاستقرار السياسي. منين بياتي؟ من خلال الحكم الذاتي. هذا بياتي بإذن الله. المهم نحن نبارك لكم هذا النصر، ونبارك لكل الزملاء وأخوانكم القادة العسكريين والأمنيين المتواجدين في المعسكرات وفي مواقعهم، الذين يحتفلوا مثلكم اليوم بهذه المناسبة. نحن نبارك لهم جميعا، ونبارك لأبناء حضرموت المستقبل إن شاء الله. ونشكركم جميعا، ونشكر التحالف العربي على وقوفه معنا خلال المرحلة السابقة، وإن شاء الله خلال المرحلة القادمة بإذن الله نكون شركاء نحن وهم، ونصل بحضرموت إلى بر آمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.